السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. كل عام وانتم بخير. النهاردة ان شاء الله باذن الله نفتح قراءة برج الدلو، وان شاء الله باذن الله خير للدلو. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. النهاردة الاثنين 25 مارس 2024. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، كل اللي اول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصل لك كل جديد مننا. يلا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. عندك إتمام أمر يا برج الدلو، عندك إتمام أمر، راح في أمر هنا راح يتم عليك على خير إن شاء الله بإذن الله، وراح تتستر مع برج الدلو. لو في أمر مثلا مستعصى عليك أو أنت مستصعب أمر يا برج الدلو، والله إن شاء الله راح يتم معاك يعني على خير، وراح تتستر معاك، يعني ان شاء الله باذن راح تتستر في امر هنا، راح يتستر معاك قوي قوي يا برج الدلو. بص يا برج الدلو، من الواضح ان انت في مكانه كبيره جدا من اللي حواليك، او اللي حواليك مش بيريحوك بالاسلوب او بالكلام. بيحاولوا مثلا يجيبوا يعصبوك، يدوك كلام مثلا يعصبك يضايقك ينرفزك. يعني اوقات حتى بتقول كلام خارج عن ارادتك من كتر النرفزه او الانفعال اللي انت فيه دلوقتي. ولكن بقول لك يا برج الدلو اصبر وخليك يعني هادي. استعمل ذكائك وتحمل الفتره دي يا برج الدلو، لان من الواضح ان في حد هنا بيبدا يستنفذ طاقتك. تمام. فتلاش العصبية والغضب بتاعك يا برج الدلو بالبعد. البعد هيكون اسلم طريقة ليك يا برج الدلو في الفترة اللي انت، خصوصا الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي يا برج الدلو. يعني نقدر نقول ان في نجم عالي عندك هنا يا برج الدلو الفترة دي، فحاول تهدي اي مناقشات جدال او اي كلام. ما تدخلش مع حد في اي مجادلة او نقاش يا برج الدلو الفترة دي. يعني انا هسكت يعني مش هسكت يعني ولا ايه، ولا مش هتكلم؟ لا اتكلم يا برج الدلو، ولكن ما تدخلش مع حد في جدال او نقاش. الجدال او النقاش ده مش هيكون من صالحك انت يا برج الدلو. تمام. في سفر هنا يا برج الدلو متعطل عندك. كل ما بتيجي تسافر او تيجي تظبط ورق، او ممكن يكون بلد لبلد، تمام، بيتعرقل معاك. هو لسه ما فيش نصيب يعني. تمام. بس ان شاء الله باذن الله راح تسافر المكان اللي انت بتحبه او المكان اللي انت بترغبه اهوت، لان شايفه ان في ليك نقله هنا حلوه. راح بتتنقل من مكان لمكان عموما يعني. تمام. فراح تسافر يا برج الدلو وان شاء الله باذن الله على خير. في عندك هنا اوراق تخلص كمان، يعني نقدر نقول 40 يوم، وفي عندك 20 يوم ان شاء الله باذن الله. لو جينا جبناهم على بعض ممكن نقول 60 يوم، يعني شهرين ان شاء الله باذن الله. لك في اوراق معطله راح تحصل عليها، او لو في ورق متعطل راح الامور هتسير معاك. ولو الشهرين دولت نقدر نقول انك انت راح يعني لو في اي حاجه يعني ممكن نقول ورق سفر مثلا. لسه كمان شهرين. تمام. ده لو مش 40 ولو 20 يوم ان شاء الله باذن الله، ممكن يكون شهرين بالكتير قوي يا برج الدلو، وراح تسافر ان شاء الله باذن الله. هي في اوراق فعلا معطلك انت، معطله حاجه انت بتعملها، او حاجه في تعطيل في الاوراق، وراح تتم ان شاء الله باذن الله. يعني كلها ايام راح تخلص يا برج الدلو. الاوراق اللي انت فيها دي ممكن تخلص خلال 3 ايام ان شاء الله باذن الله. خلال 3 ايام الاوراق دي راح تخلص، او تحصل على ورق مهم انت ضايع منك يا برج الدلو. تمام. قعدة صلح يا برج الدلو راح تتم على خير ان شاء الله باذن الله. ما تقلقش خالص، ما تقلقش يا برج الدلو، لان القعدة دي هتكون لصالحك انت، او الصلح ده هيكون لا لصالحك. ولو حد قالك ما تصلحش، ما تقعدش مع الناس ديت، الناس دي مش كويسة، ما تسمعش كلامهم يا برج الدلو، لان من واضح ان في حد هنا بيعمل فتنة ما بيناتكم. فحاول انك انت تقعد وتتصلح وتصلح الشخص ده، او الصلح لو جه من اتجاه الطرف ده تقبله، ما ترفضش يا برج الدلو، ما ترفضش الصلح ده هيكون من صالحك انت يعني. تمام. انتوا بتتعاملوا مع حد خطير قوي يا برج الدلو، حد بص بسم الله ما شاء الله يعرف يعمل كل حاجة يعني، وذكي ذكاء. انت لدرجة انك انت ذكائه خارق، لدرجة انك انت مش عارف تتعامل مع ذكائه ده. جبته على جميع الاتجاه ولكن برضو مش عارف تتعامل معاه. يعني شخص يعني سبحان الله، مش عارفة هو جه في طريقك ليه. يعني حتى انت بتقول هو الشخص ده جه في طريق ازاي، او جه طريق ازاي. فهو ان شاء الله باذن الله يا برج الدلو راح يعني مش هتطول الشخص ده مش هيطول كتير اكتر من كده. او ممكن انت تكون مكان شغلك مثلا،
راح تتنقل من مكان لمكان، او ممكن الشخص ده راح يتنقل او هيترقى بترقيته، ده هيبعد عنك انت، او هيتنقل من مكان لمكان على فكرة. فهتبدأ ترتاح او هتبدأ تطمن من بعد ما الشخص ده يبعد عنك اصلا او يبعد من المكان ده. لان الشخص ده يعني هو ممكن يكون كان بيدبر لك اصلا، والحمد لله ان ربنا نجيك منه. كان بيدبر لك مكايد او بيدبر لك حاجة مشكلة كبيرة، ولكن الحمد لله ان ربنا كان بينجيك منها. كل مرة ربنا بينجيك يا برج الدلو. آه في هنا امرأة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعتذر والله، مش عارفة انا مش عايزة انام يعني. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصي في هنا امرأة ممكن يكون يعني هي عليها جان والعياذ بالله، بيحضر عليها اصلا الشخصية دي، يعني بتحضر عليها شخص غير طبيعتك يعني. تمام. هي في امرأة هنا بس ممسوسة، يعني مش مسحورة، يعني مش معمول لها عمل بفعل فاعل، لا هي مسحورة من مراية، من حمام، من البيت نفسه، من عمار البيت هما اللي أذينا. تمام. فهي عايزة رقية شرعية أو حد يرقيها، وإن شاء الله بإذن الله هتكون كويسة. تمام. الامرأة ديت على فكرة بحرف الحاء، وهنا حرف النون وحرف الألف. تمام. فالامرأة دي لو اترقت كويس واتقرأ عليها رقية شرعية كويسة، راح تفوق وتروق من اللي هي فيه ده، والشخص اللي عليها ده أو الشخصية اللي معاها ديت. لا هو معاها راجل على فكرة، يعني بيحضر عليها صوت راجل خالص، وبتتكلم بصوت مش صوتها. تمام. فالامرأة دي أصلا بالفعل تعبانة، بس هي ممسوسة يعني، عايزة تتعالج. يعني لو انت مثلا، لو انت بتسمعيني فانت بس محتاجة رقية شرعية، حد يعالجك بالقرآن وان شاء الله. بس يكون معالج، مش يعني يكون في تلبيخ، لان طبعا بما ان الواحد يعني الحمد لله، الحمد لله اللهم لك الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى على الواحد يعني. لما دخلت العلاج وبدأت اعالج البني ادمين يعني، لقيت في ناس، كمية ناس كتيرة جدا يعني ما كانش اصلا معمول لها اسحار، وكانت مجرد حسد. فخلاص بقت هي معمول لها عمل، والشيخ يعمل لها مش عارف ايه، وخدي مش عارف ايه والكلام ده كله، والاخر برضو دايرة بقى ما بتعرفش تخرج منها. فحاول تروح لحد يكون معالج بالقرآن، معالج صح يعرف يعالج، عشان ما ترجعش الحالة دي تاني يا برج اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، برج الدلو، وترجع تاني في دايرة كبيرة ما تعرفش تخرج منها يعني. آه، صف امورك يا برج الدلو، ما تحاولش بص ما تخلكش تبعد عن الناس كلها، دي وحش وده وحش وده وحش. انا معاك ان في ناس كتير وحشه جدا، ولكن صف امورك، يعني ما تخليش انك تزعل من كل الناس. يعني بص ابعد او تلاشى دلوقتي، ابعد دلوقتي، ولكن مش وقت الغضب، مش انك انت تكون غضبان منهم او انك انت مش هتكلمهم تاني. ما تقفلش البيبان بمعنى اصح. تمام. خلي البيبان مفتوحة، ولكن ابعد دلوقتي الفترة دي، ابعد عن مناقشات، جدال، ومشكلة تدخل فيها انت او غيرك، يعني المشكلة دي تكون تخصك او تخص حد غيرك. ابعد عنها، وان شاء الله باذن الله خلال ايام راح تتحسن كل وضعك ده. يعني شايفه ان في هنا بدأت ان انت حتى تقول كلام ممكن يزعل الشخص اللي قدامك بدون قصد، بدأت تجرح اللي قدامك بدون قصد يا برج الدلو. فهنا حاسس ان انت كله بيبعد عنك، او انت بدأت تبعد عن الناس بشكل في زعل، مش شكل عادي. تمام. ان كل ان انا ابعد عن شخص، فعادي ان انا ابعد او ابعد الفتره دي مثلا براحتي، ما دمت انا ما هنتكش او ما زعلتكش او ما جيتش ما دوستلكش على طرف، ما فيش مشكله. كل ان انك انت تهني وتزعلني او انا ازعلك او اهينك، بتبقى بعض برضه البعض لسه صلح ولسه مش عارفه شغلانه تانية خالص. اكيد فهمت وجهه نظري يا برج الدلو. حاول انك انت تبعد، ولكن مش بزعل او مش بغضب. تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بص يا برج الدلو، آم، هي ممكن تكون يعني أمورك متلخبطة شوية. تمام. انت ممكن تفضل كده، يعني ممكن نقول 10 أيام أمورك هتتلخبط، عشان كده كنت بعدك عن أي مشكلة أو جدال أو أي نقاش. تمام. آه فهي ممكن 10 أيام إن شاء الله بإذن الله راح تتحل عندك المشكلة دي، أو وضعك العرقلة اللي في حياتك دي راحت بعد 10 أيام تتحل. تمام. فتستبشرها خير يا برج الدلو، 10 أيام راح تتحل أمر عصيب بالنسبة لك، أو عقدة كبيرة جدا، موقف
مواقف ايا كانت اللي انت فيه، لان شايفه ان في هنا امور بدات تتعرقل معاك بشكل كبير جدا. خلال 10 ايام راح تنتهي ان شاء الله باذن الله يا برج الدلو. انت بتنهي علاقه مع برج العقرب وعلى فكره برج الدلو برضه انت نهيت علاقه مع ابراج هوائيه، وخصوصا برج الدلو وعندك الجوزاء، نهيت علاقه معاهم يا برج الدلو. بس انت في رجوع هنا، في رجوع هنا من ابراج مائيه، العقرب، السرطان، الحوت. راح ترجع هنا برج الدلو، راح هنا برج العقرب على فكرة. آه هو في حب بينك وبينه، بتربطك علاقة قوية قوي بينك وبين برج العقرب، ولكن في هنا امرأة غير سوية، او انت ممكن تكون علاقة ثلاثية هنا، او هو في علاقة ثلاثية عموما عند برج الدلو، يعني تخصك وتخص حد يخصكم كمان. فهنا علاقة ثلاثية، والعلاقة دي لو انتهت هتبدأ تعيش حياة كويسة يا برج الدلو، هتعيش حياة كويسة. ان هنا العلاقة الثلاثية دي اللي مدمرة لك حياتك، خربلك الدنيا زي ما بنقول. فحاول انك انت تخرج من الدايرة المغلقة دي يا برج الدلو. ولو العلاقة الثلاثية ديت مأثرة على تفكيرك او انت مشتت، حاول تنهيها يا برج الدلو، انت مش مستفاد منها بأي شيء. فحاول تنهي العلاقة الثلاثية دي عشان تبدأ ترتاح يا برج الدلو، لأن واضح انك انت العلاقة دي تعباك وعلاقة سامة. في علاقة ثلاثية، علاقة سامة هنا لازم تنتهي، راحت تنتهي، راحت هترتاح يا برج الدلو. وما تحيرش نفسك ولا تحتار كتير. تمام ان شاء الله باذن الله يا برج الدلو، انت راح تتنازل عن شيء عشان خاطر شيء تاني، وان شاء الله باذن الله راح ربنا يعوضك باذن الله يا برج الدلو. راح ربنا يعوضك لان انت بتشتري راحتك دلوقتي. تمام، فانك انت بتشتري راحتك فده شيء كويس. اهم حاجه ابعد عن الخسائر يا برج الدلو الفتره دي، عشان ما تجيش تندم على اللي فات منك او الحاجه اللي انت خسرتها سبب عنادك او سبب عصبيه زايده. وربنا يا رب يصلح حالكم ويهدي امركم يا رب، اللهم امين. اكتفي بالقراءة، وان شاء الله باذن الله اللي ما انطبقش على القراءة ينطبق عليه الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفك على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.